الفل والسعادة عليكم مشاهدي الأقباط متحدون، وتحديدا مشاهدي برنامجي ساعتين على الهواء. النهارده معانا في حلقة جديدة اليوم الأحد عفوا، بعد ان طبعا تم الاستفتاء على مسودة الدستور المصري ما بعد الثورة للمرحلة الأولى والثانية لكل محافظات الجمهورية. بداية أحب يعني ان انا اشكر كل من شارك في هذا الاستفتاء بالنزول، لان نزولنا وادلائنا بصوتنا ومشاركتنا حتى لو كان الاطار نفسه يتسم بعدم الشفافيه وبغيرها كتير من وسائل الضغط على الناس تجاه يعني اختيار معين، الا ان نزول الناس للمشاركه في الاستفتاء في المرحله الاولى والثانيه ما هو الا كشف بشكل كبير عمليه التزوير مع خالص الاسف اللي حصلت في المرحلتين، واللي طبعا احنا امبارح على مدار اليوم تابعناها كأقباط متحدون كجريدة الأقباط متحدون من خلال مراسلين في عدد من المحافظات، سواء الضغط على الناس، سواء البطاقة الدوارة، سواء منع المسيحيين من التصويت في بعض الأماكن، سواء كمان الطوابير الكبيرة جدا اللي ممكن تلاقي ناس قاعدة في الطابور مش موجودة، أو المتوفين اللي موجودين في كشوف الاستفتاء على مسودة الدستور وحاجات تانية كتير. احنا في كل الأحوال عملنا اللي علينا ونزلنا، سواء قلنا نعم سواء قلنا لا، لكن اكيد ده نزولنا معناه ان كشف حاله التزوير اللي هي حصلت مع خالص الاسف، واللي طبعا خلال الايام الجايه يمكن قبل نهايه الاسبوع هيتضح المشهد اكتر، موقف القوى الوطنيه او موقف القوى المدنيه من هذا الدستور اللي هينقل مصر يعني لورا، اضافه كمان الى موقف القضاه من رجوع النائب العام المستشار طلعت عن استقالته، لان هو بيقول انها كانت تمت تحت ضغوط وغيرها كتير. كل ده باذن الله هنتابعه خلال الاسبوع كاخبار على الأقباط متحدون ومن خلال ايضا برامجنا كلها. في خبر مؤسف طبعا النهارده حصل، الا وهو رحيل الدكتور سامر سليمان استاذ الاقتصاد بالجامعه الامريكيه، الاقتصاد السياسي بالجامعه الامريكيه، اضافه كمان الى ان هو بعد صراع قصير مع المرض وهو من اعضاء مصريون ضد التمييز الديني. هيكون معانا دلوقتي دكتور منير مجاهد المؤسس. اهلا بحضرتك يا دكتور منير مجاهد، يعني المؤسس لمصريون ضد التمييز الديني. اهلا وسهلا بيكي. انا مش المؤسس، انا واحد من المؤسسين، ابرز المؤسسين يا دكتور منير مفيش شك. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك. كان معايا يعني من الاول خالص الصديق المرحوم الدكتور سامر سليمان. يعني من اول ما اجتمعنا واخترنا الاسم وحددنا المهام اللي مطروحه علينا، كان هو واحد من الناس اللي كانوا معانا. ثم حينما انشانا مؤسسه مصريون وطن واحد، هو ايضا عضو في مجلس امناء هذه المؤسسه. تمام. دكتور منير، يعني طبعا احنا النهارده كلنا وكل من يعرف دكتور سامر سليمان شعر بالحزن لرحيله كمان المبكر جدا عن الحياه، وهو كان قامه فكريه كبيره وقامه وطنيه ايضا، لان هو كان بيساهم في يعني مد جسور التواصل بين كل المصريين بغض النظر عن طبعا انتمائهم الديني. دكتور منير، لو طلبنا من حضرتك بروفايل فكري لدكتور سامر سليمان للي ما يعرفوش حضرتك، ممكن تقول لنا ايه؟ هو الدكتور سامر يعني يتميز اولا بالامانه الفكريه. هو بدا حياته يساريا متطرفا، كان يعني معتنق الاشتراكيه على النمط التروتسكي، لكنه مع الوقت اعاد التفكير في هذا الامر ووصل للاشتراكيه الديمقراطيه. عشان كده هو كان واحد من مؤسسي حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. تمام. لما اشتغلنا مع بعض في موضوع التمييز الديني، هو طبعا شارك معنا بدور كبير في يعني وضع مصريون ضد التمييز الديني، ثم بعد كده مصريون في وطن واحد على الطريق. وهو دائما كان يربط قضايا التمييز الديني في القضايا الاجتماعيه، يعني ما كانش بياخدها باعتبارها
ايضا ما كان يميزه في الحقيقه ان هو انتمائه الاساسي كان المصري. يعني احنا تعاملنا مع بعض في شغل وعلى مستوى صداقه عائليه، عمرنا ما تعاملنا مع بعض باعتبارنا واحد مسلم مصاحب واحد مسيحي. تمام. احنا اثنين مصريين، وكان هو ده الولاء الرئيسي بتاعنا يعني. فهو كان سامر يجسد هذا الامر بشكل واضح. يعني اخر نشاط عملناه سوا كانت ورشه عمل نظمناها في المنيا لشرح موضوع التمييز الديني ده لعدد من الناشطين الاجتماعيين في المنيا، وكان لمده 3 ايام في منتصف اكتوبر اللي فات ده. صحيح، واللي اعتقد ان فيها اكتشف اصابته بمرض السرطان، صحيح؟ نعم. من في الورشه دي اكتشف دكتور سامر الله يرحمه. لا هو ما اكتشفش ولا حاجه، لا هو بعد ما رجع بيومين 3 كده ابتدى يشتكي من يعني ان معدته تعبانه، وابتدى يروح لدكاتره على اساس ان هو يعني عنده حاجه في معدته. واعتقد ان هو قعد في الحكايه دي اسبوعين، يعني مش عارفين يعرفوا بالظبط ايه، لحد ما حد قال له اعمل مسح ذري وكده، فاكتشفوا وجود سرطان في الكبد وفي الرئه. تمام. يعني الشيء اللي مدهش كمان ان هو لما كان بيحكي لي على الحكايه دي كان بيتكلم ببساطه شديده، ما كانش فيه يعني جزع ولا حاجه. ولما قرر ان هو يسافر لفرنسا كان يعني كله امل، وراح فعلا وعمل فحوصات، لكن ادوا له ميعاد يعني متاخر عشان يبتدي العلاج. فقرر ان هو ياخد البروتوكول بتاع العلاج دوت ويرجع ينفذه في مصر. تمام. اما رجع بقى ابتدت تبان يعني تعقيدات. يعني هو كان عايز يوسع القناه المراريه، فشلوا ان هم يعملوا الحكايه دي. يبدو الورم كان يعني مستفحل، وابتدى ياخد علاج اشعاعي، ثم دخل بقى في المستشفى في الكام يوم اللي فاتوا دول وهو يعني نصف واعي، ثم الصبح النهارده دخل في كوما كامله وتوفاه الله. تمام. يعني في النهايه طبعا كل الرحمه للدكتور سامر سليمان، واكيد احنا مش هننسى ابدا ولا غيرنا كتير من اللي تابعوا نشاطه هينسوا الدور اللي هو اداه وعمله ونشاطه اللي كان كبير رغم ان عمره ذاته مش كبير. دكتور منير، باذن الله الجناز الخاص بالدكتور سامر سليمان بكره هيكون فين والساعه كام؟ مش سامع بتقول ايه؟ الجناز الخاص بالدكتور سامر سليمان بكره هيكون فين والساعه كام؟ هيكون الساعه 1 من كنيسه السيده العذراء اللي هي على كورنيش المعادي قبل ذره كده. تمام. شكرا جدا. وبالليل هتبقى الجنازه، هيبقى العزاء الساعه 7 في نفس المكان برضه. تمام. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور منير مجاهد، احد مؤسسي مصريون ضد التمييز الديني. شكرا ليك مره ثانيه على مداخلتك معانا، وطبعا الرحمه كلها للدكتور الراحل سامر سليمان. شكرا ليك. طبعا محبي الدكتور سامر سليمان يقدروا ان هم بكره يشاركوا في الجناز الخاص بيه، واللي زي ما قال دكتور منير مجاهد هيكون الساعه 1 في كنيسه السيده العذراء بكورنيش المعادي، والعزاء في نفس اليوم الساعه 7 مساء. يعني ربنا يتغمد الدكتور سامر سليمان بكل الرحمه، وكمان احنا لن ننسى مقالاته ولن ننسى دوره، وهو يعني نبراس لكل مصري بيركز على مصريته فقط وبينطلق منها لآفاق يعني صحيحة وسليمة علشان مستقبل أحسن لبلدنا. إن كان في ناس حطت البذرة الأولى ومش هتقدر تشوف هذا المستقبل، فاحنا لازم إن احنا نحاول كلنا وفق استطاعتنا إن احنا نروي البذرة دي علشان تكبر وتستمر بإذن الله. طبعا في كان خبر كويس قوي الأيام اللي فاتت خاص ب المحكوم عليهم بالمؤبد في أحداث أبو قرقاص الطائفية. الخبر مش مفهوم شوية النتيجة بتاعته، هل هي إعادة محاكمتهم ولا هل إفراج عنهم؟ في كده جزء قانوني مش مفهوم. هيكون معانا الأستاذ دلوقتي الأستاذ المحامي رامي لطفي، أحد المدافعين عن
احد المدافعين عن المتهمين باحداث ابو قرقاص الطائفيه. اهلا بيك يا استاذ رامي. اهلا بيك يا استاذ وسام، مساء الخير. مساء النور. استاذ رامي، احنا بس مش مستوعبين، احنا كناس عاديين مش مستوعبين الشكل القانوني لفكره هو افراج عنهم ولا اعاده محاكمتهم، يعني ناس هتطلع ولا مش هتطلع، فحضرتك يا ريت توضح لنا النقطه دي. هو يا فندم اللي حصل ان احنا قدمنا التظلمات بتاعتنا اه وتظلم مستقبل باعاده محاكمه المتهمين وتحديد جلسه جديده بدل الجلسات اللي هي فاتت قبل كده او سابقه على المحاكمه القديمه، ان هي اتلغت المحاكمه القديمه كلها على بعض يعني. تمام. فاتعادت المحاكمه بقرار من الحاكم العسكري. تمام. بعد كده خدنا قرار اخلاء سبيل المتهمين، قدمنا طلبات للسيد النائب العام وادينا تأشيرة بان احنا نستخرجهم من محبسهم يعني ويخلى سبيلهم. طيب يعني هي مساله اخلاء السبيل مش معناه البراءه، صحيح؟ لا هو البراءة حاجة واخلاء السبيل حاجة. يعني هم ممكن يقدروا يرجعوا بيوتهم علشان فقط يعني تتم اعاده المحاكمه ويتم نظر القضيه من اول وجديد. بالظبط يا فندم، لان الحكم بتاع اول مرة اول درجة دي كان حكم جاحد، يعني كان ظالم بشكل كبير جدا. حتى مكتب التصديق في وزارة العدل عمل تظلم للحكم ورفع لرئيس الجمهورية ان الحكم ما كانش مظبوط قانون نهائي. تمام. يعني حتى المواد الاتهام اللي هم ما كانتش تديهم مؤبدات. فكان الحكم مش مظبوط قانونا بالمره، او مواد الاتهام اللي بتقدموا بيها كانت مظبوطه. فكل ده بيتغير في المحاكمه الجديده ان شاء الله، وتبدا محاكمه جديده وجلسات جديده وطلبات جديده، وكل الطلبات اللي ما اتنفذتش اول مره تتنفذ المره دي ان شاء الله. تمام. وكل اثناء يعني طوال اثناء فتره اعاده المحاكمه هم هيكونوا خارج اطار محبسهم، صح؟ مخلص سبيلهم. طيب هل هم هيرجعوا بلدهم ابو قرقاص كل واحد منهم، ولا هيحاولوا ان هم يبعدوا عن المكان ده ويقعدوا في اماكن تانية ربما في القاهره مثلا؟ هو بعيدا يعني عن المشاكل وبعيدا عن إثارة أي مشاكل جديدة، هم ممكن يعني يكونوا يقعدوا بعيد الفترة دي لحد ما تخلص المحاكمة، ولو حد ينزل بيته من غير أي مشاكل. يعني مش عايزين مشاكل يعني عموما يعني في فكرة إمكانية إن هم ممكن يروحوا بيوتهم يسلموا على أهلهم يشوفوا حالهم، ده ممكن مش هتحصل مشاكل؟ مفيش أي شيء قانوني يمنع إن أي حد يروح بيته. مفيش أي شيء قانوني يمنع، بس ربما يكون في أشياء تانية تمنع. أشياء تانية اللي هي المشاكل. طيب هيتم انتهاء الإجراءات وإخلاء سبيلهم بشكل فعلي إمتى؟ هو النهارده كان المفروض يتم إخلاء السبيل، لكن تعثرنا في شيء إن هو كان السجن عايز يبعتهم مركز أبو قراص. ومركز أبو قراص هنا يعني الوضع واخد رأي عام شوية. فلو جم مركز أبو قراص ممكن يبقى في مشاكل. تمام. احنا بنحاول حاليا ان احنا نغير القرار ده، ان هم يطلعوا من السجن على طول، علشان ما ينفعش ان هم يخرجوا من مركز ابو قراص، علشان هيبقى من السهل ان في ناس تعمل تجمهرات تعمل مشاكل. واحنا مش عايزين ده، يعني مش احنا بالنسبه لنا عايزين نحافظ على امن البلد وامن ابو قراص وامن المركز نفسه. تمام. لما يروحوا المركز هيبقى الوضع يعني ممكن في ناس اتصابت او ناس ليها اهل اللي هم سقطوا قتلى دول مش عارفين مين اللي قتلهم من الاساس، فممكن يبقى في شرشره. احنا مش عايزين الشرشره دي من الاساس. تمام. يعني احنا نامل ان طبعا خلال الساعات الجايه يتم اخلاء سبيلهم من مكان امن اكتر من ابو قرقاص. استاذ رامي، هل المتهمين ال 12 هيكونوا قادرين على الاشتراك في برامج او التعبير عن ايه اللي حصل في احداث ابو قرقاص الطائفيه، ولا اثناء اخلاء السبيل هم غير قادرين على اجراء اي حوارات صحفيه؟ يا فندم، ده الراي ده من الحريات اللي بيكفلها اي دستور في العالم واي قانون في العالم. فما فيش شيء يكمم افواه اي بني ادم يتكلم. تمام. يعني هم يقدروا ان هم يشاركوا في اي نشاط اعلامي. شكرا ليك جدا يا استاذ رامي، على رامي لطفي احد المدافعين عن متهمين ابو قرقاص ال 12 احداث ابو قرقاص الطائفيه. مره ثانيه شكرا ليك يا استاذ رامي. غدا باذن الله هتنظر يعني النيابه، احد نيابه جنايات جنوب القاهره على ما اتذكر، هتنظر
قضيه يعني اثيرت ضد دكتور نجيب جبرائيل وضد كمان القمص متياس نصر فيما يتعلق باحداث ماسبيرو، لانهم بيقولوا يعني وجه لهم اتهام بانهم حرضوا الناس على اقتحام مبنى الاذاعه والتلفزيون وغيره، وعلى الرغم من صدور حكم يعني او مش صدور حكم عفوا، ولكن كان احد القضاة التحقيقات اكدوا على ان حفظ البلاغ المقدم ضد الدكتور نجيب جبرائيل والقمص متياس نصر، الا ان النائب العام طعن على تلك التحقيقات ويحولهم الى نيابه الجنايات غدا. دلوقتي معانا دكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان، بنحاول ان هو يبقى معانا على التليفون. يعني النائب العام بنفسه، النائب العام الجديد بنفسه هو اللي طعن على التحقيقات الخاصه بابونا متياس وبدكتور نجيب جبرائيل، لان باعتبارهم حرضوا يعني وفق طبعا البلاغ المقدم ضدهم او التحقيقات اللي كانت بتجرى ضدهم، الا ان هم حرضوا المسيحيين على التجمهر امام مبنى ماسبيرو ومحاوله اقتحام مبنى ماسبيرو يوم 9 اكتوبر 2011. وكمان منهم مش بس الدكتور نجيب جبرائيل ولكن القمص متياس نصر. ما شفناش اي تعقيب رسمي من القمص متياس نصر او من الكنيسه، لكن طبعا منظمه الاتحاد المصري لحقوق الانسان اصدرت بيان وقالت ان احنا هنروح ونشوف ايه النظام. اهلا بيك يا دكتور نجيب، معانا في ساعتين على الهواء. استاذ بسام حضرتك. دكتور نجيب، بكره باذن الله هيكون في يعني في استدعاء لحضرتك والقمص متياس، ولا في قضيه ولا ايه بالظبط؟ بكره انت عارفه قضيه ماسبيرو او مذبحه ماسبيرو، يعني المجني عليه اصبح متهم والمتهم اصبح مجني عليه. فانا الحقيقه كان انا وابونا متياس وابونا فيلوباتير ومصحف الاخوه يعني كنا قد وجه لينا من المستشار طارق حماد مستشار التحليل السابق ووزير العدل ان احنا يعني حرضنا على قتل الاقباط المتظاهرين، ودخلنا ماسبيرو مبنى ماسبيرو واقتحمنا الاذاعه والتلفزيون وحملنا اسلحه ناريه وايضا اتلفنا مركبات تبع للجيش والى اخر هذه الامور التي تصل عقوبتها الى الاعدام يعني. تمام. حاجه غريبه جدا يعني احنا قالوا نقتل اخواتنا واحنا اللي عملنا ده كله. ورغم ان قتل 27 فرد الا ان برضه هناك متهمين باقتحام مبنى ماسبيرو. حاجه يعني مثيره للسخريه. الحقيقه المستشار طارق حماد كان اصدر قرار بمنع من السفر والموضوع ده معروف يعني. تمام. وبعد ذلك التحقيق بعد 3 شهور من التحقيق اصدر قراره بحفظ الاوراق لعدم وجود اي وجه لاقامه الدعوه الجنائيه. تمام. فوجئنا بان المستشار النائب العام طعن في هذا القرار امام المحكمه وقال لا ان القرار ده خطا، المفروض يحالوا للمحاكمه الجنائيه ويتحاكموا يعني. تمام. وانا وابونا متياس وابونا فيلوباتير. وتحدد جلسه بكره في امام الدائره 20 محكمه جنايات القاهره جنوب القاهره نظر الطعن في ان قرار النائب العام. اما يترفض هذا القرار لتأييد هذا الحكم القرار الاولاني بحفظ الاوراق او حفظ القضيه، واما يقبل هذا الطعن ثم تعاد محاكمتنا امام محكمه الجنايات. يعني ربنا موجود طبعا، ولكن احنا مش خايفين من حاجه، احنا عارفين الحقيقه فين وعارفين من مين اللي قتل اخواتنا فين وعارفين مين اللي ارتكب مذبحه ماسبيرو فين، وده كلها بيطلع عشان ان هم يعني ينالوا جريمتهم الشنعاء اللي العالم تكلم عنها وسجلناها بصوت والصوره، وعندنا تقارير طبيه وازاي الرصاص اخترق صدور وابنائنا واخواتنا، وازاي ايضا ان يعني المركبات الجيش دهست يعني اجساد اخواتنا. تمام. يعني بكره انتوا في انتظار الرد على الطعن، اما بالقبول يا اما بالرفض باذن الله. طيب هل حضرتك يا دكتور نجيب بكره او ابونا متياس، لان طبعا القمص فيلوباتير خارج الاراضي المصريه، لكن هل حضرتك بكره هتحضر الجلسه او ابونا متياس؟ لا انا هروح الجلسه واشوف يمكن ابونا متياس ما يحضرش، لكن انا هروح الجلسه على الاقل واشوف الهجره ايه. طيب تمام. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور نجيب على مداخلتك معانا. يعني من مفارقات القدر ان يبقى عندك مثلا حادثه فيها ناس ضحايا ومع ذلك بتتهم يعني هؤلاء الضحايا او اللي كانوا معاهم بانهم شركاء في مهاجمه اي مبنى او في يبوظوا سلام اجتماعي او يبوظوا منشآت عامه او غيرها كتير. يعني شيء صعب جدا ان تكون الضحيه هي في نفس الوقت ايضا متهم. هناخد جوله كده سريعه مع مراسلينا لنعرف ايه اللي حصل امبارح في اليوم
او في المرحله الثانيه من الاستفتاء على الدستور، مسوده الدستور المصري بعد ثوره يناير. هيكون معانا اولا زميلنا جرجس وهيب من بني سويف علشان نتكلم عن اللقباط في بني سويف، كانوا بيشاركوا ولا لا، كانت ايه الجو العام، هل كان في مظاهر بارزه للتزوير زي ما شفنا كده. عفوا، هو معانا الزميل رأفت ادوارد. الو. معانا الزميل رأفت ادوارد من السويس، مراسلنا في السويس. اهلا بيك يا رأفت. اهلا وسهلا. قول لي كده سريعا، يعني احنا عاملين جوله كده في المحافظات عن الاستفتاء امبارح، كان ازاي عندك في المحافظه انطباعاتك؟ هو امبارح عرض اعداد كبيره جدا من المواطنين على التواجد امام مقر اللجان منذ الصباح الباكر. تذكر ضدهم 63 مركز انتخابي باجمالي 86 لجنه فرعيه وخمس مراكز رئاسيه. من الحاجات اللي رصدتها لجنه او غرفه عمليات جبهه الانقاذ في السويس، كان في بعض التجاوزات منها حشد كبير جدا من التيارات الدينيه لانصارهم. تمام. موجودين قدام اللجان اتوبيسات نقل جماعي مكتوب عليها نعم الدستور. اتوبيسات نقل جماعي كانت حكوميه ولا كانت خاصه يا رأفت؟ هو كان في بعض رصيدتها كان عليها ارقام تقريبا عامه، بس ما كانش ما قدروش ان هم يصرحوا بالارقام الثانيه موجوده بس ما توصلهاش. تمام. وكمان من ضمن الحاجات اللي كانت موجوده هناك كان في بعض التوجيهات من خارج اللجان، ورصد بعض التوجيهات للقضاه من داخل اللجان وبعض الموظفين الموجودين هناك. تمام. توجيهات القضاه والموظفين اللي كانت جوه اللجان يا رأفت كانت لنعم، صحيح؟ كان ايه؟ كانت لنعم، التوجيهات كانت لنعم. كان توجيه لنعم، وكان في بعض كمان عدم وجود موظفات داخل اللجنه للكشف عن شخصيه المنتخبات هم اللي هنخش بدوا اصواتهم داخل. تمام. تمام. طيب الناس النهارده بعد ما طبعا يعني بانت البوادر، واني زي ما هم بيقولوا الى اني نعم اكتسحت كل المحافظات او اكتسحت الاستفتاء بوجه عام، انطباعات الناس القوى المدنيه تحديدا ايه عندك في السويس؟ هو طبعا النتيجه ظهرت كانت 70.6 نعم مقابل 29.4 بالله. وكانت طبعا النتيجه كانوا هم كانوا متوقعين كده، خاصه ان كان بعض النسب العاليه كانت في القرى الريفيه او في جنيفه تحديدا، وخاصه ان في لجنه طلعت الارض حصل فيها بعض الاشتراكات ما بين المؤيدين والمعترضين لارهاب هم الذين ذهبوا للاستفتاء حتى يكون هناك بعض تعطيلهم من الاستفتاء. تمام. شكرا جدا ليك يا رأفت ادوارد على مداخلتك معانا من السويس. معانا ايضا سريعا الزميل جرجس وهيب. تمام، يعني احنا في انتظار طبعا مداخلتنا، هي اخر مداخله لينا مع الزميل جرجس وهيب لنتحدث عن بني سويف كانت عامله ازاي ومشاركه اللقباط امس باستفتاء الدستور في المرحله الثانيه الخاصه به. الى حين ما ياتي الزميل جرجس وهيب، يعني نقول كده شويه من الاخبار السريعه ان الزند يطالب الداخليه بالتدخل لحصار مؤسسات القضاء، وان طبعا زي ما احنا شايفين ان قدام المحكمه الدستوريه ما زال الناس متواجدين، وان كانوا انتقلوا من الخيم من الناحيه دي للناحيه الثانيه لكنهم قاعدين ومتربصين. اعتقد الى ان هم ربما يمشوا ويسيبوا خالص حصار الدستوريه بعد ما يتم تفعيل الدستور الحالي او مسوده الدستور دي عشان يطمنوا، وطبعا فيها همشت المحكمة الدستورية بشكل كبير جدا. الخارجية الألمانية بتقول أن التقارير الواردة من مصر حول الاستفتاء تثير القلق الكبير جدا، وإضافة كمان إلى أن في بعض من مراكز الأبحاث العربية والأجنبية بتؤكد أيضا على أن في حالة تزوير كبيرة حصلت في الاستفتاء بمرحلته الأولى والثانية. عاد لينا الزميل جرجس وهيب من بني سويف. أهلا بيك يا جرجس. أهلا بك. مساء النور والفل عليك. جرجس سريعا كده قول لنا يعني مشاهداتك امس من يعني المرحله الثانيه الاستفتاء عندك في محافظه صعبه زي بني سويف. محافظه بني سويف امبارح شهدت كتير جدا من التجاوزات، وتقريبا كل التجاوزات اللي ممكن تحصل في العمليه الانتخابيه. اهمها طبعا التاثير على الناخبين بشتى الوسائل، لدرجه ان اتقال
من مقرر ائتلاف حركه 6 ابريل ان هم كانوا بياخدوا بطايق من الناس الكرويين، من الناس الكره، الناس البسطاء، تمام. يروحوا عشان يضمنوا ان هم يروحوا معاهم الصبح عشان يوجهوهم اثناء النقل بالسيارات النقل الجماعي. استخدمت كل انواع النقل الجماعي، سيارات خاصه، تكتك لعبه طول طبعا تم رصد العديد من التجاوزات، اتمسكت ورقه دواره في لجنه بمركز الفشل. تم تحرير عدد من المحاضر ضد عدد اتفاقات المستقبل عشان يوقفوا عليهم. تمام. مع كل هذه التجاوزات لم تصل نسبه التصويت اكثر من 38%. من مجمل الناس اللي المفروض يصوتوا. 38%. طب ما دي مشاركه كده ضعيفه جدا. مشاركه ضعيفه جدا، يعني مع كل استخدمت كل الاساليب المشروعه وغير المشروعه في التاثير على الناخبين. ومع هذا نسبه المشاركه كمان، انا بقول ان الدستور ده غير شرعي، لان المفترض ان الدستور يشارك فيه على الاقل 70% من الناس. صحيح. ما يكونش 50 واحد. بيتوافق عليك 50% زائد واحد، لكن المفترض ان يتوافق عليه 70%، والدستور بيمثل كل الناس، المفروض انه يحصل عليه توافق، مش يحصل عليه فرض على جهه معينه. اللي حصل دلوقتي ان هو اتفرض على التيار المدني عن طريق الحشد وعن طريق التجاوزات. الانتخابات اللي تمت امبارح دي كانت تكون اسوء انتخابات، يمكن اسوء من الانتخابات اللي كان بيعملها حسني مبارك. عشان مساله كم التزوير. كم تجاوزات غير عادي جدا جدا جدا، وضم اللجان، وحاله من الساعه 5 مساء كانت في حاله من الزحام الكبير جدا جدا قدام اللجان، والزحام ده اتنقل جوه اللجان، وكانت في حاله من الفوضى. وكان في حاجه كمان نسيت اقولها، كانت في لجنه في عزبه الصفيح، كانت في جواها موظفه منتقبه، الموظفه دي كانت بتوجه الناخبين، موظفه جوه اللجنه بتوجه الناخبين للتصويت بنعم. وحتى لما اشتكى عدد من الناس اللي دخلوا قالوا ان الموظفه بتوجه، قالوا للمستشار، المستشار ما رضيش يعمل اي حاجه خالص. تمام. ودي اترفضت في عدد من التقارير المؤسسات اللي هي بتتابع الانتخابات. كلها طبعا اشياء مؤسفه جدا، لكن عايزه برضو اسالك جرجس، يعني بشكل عام كان يعني الاقدام من الناس على الاستفتاء او المشاركه كان قليل، لكن كان بالنسبه للأقباط قليل برضو، ولا الأقباط شاركوا بمعدل جيد؟ بص يا استاذ بسنت، هو طبعا الأقباط جزء من المجتمع. طبعا. فهم المشاركه بتاعت الأقباط اعتقد نفس المشاركه بتاعت الناس في بني سويف، مش المواطنين في بني سويف. هي تكاد تكون النسبه متشاركه، يعني اذا كان طلع من الاخوه المسلمين 38% من الناس شاركوا، فاعتقد انها برضه هتوصل في الأقباط، ان زادت شويه في الأقباط، وخصوصا في اكثر من بلد. يعني في بني سويف، البندر بني سويف نفسه كانت فيه مشاركه كويسه جدا جدا جدا، وبالدليل ان نسبه الموافقه على الدستور هناك اقل مركز 58%. على الرغم ان بقيه المراكز وصلت 90%. تمام. وكان في كمان في مدينه ناصر، وكان في مركز الفشل مشاركه كويسه. الثلاث اماكن دول كان ابرز 3 اماكن. الأقباط جرجس نزلوا في بني سويف عشان الكنيسه دفعتهم للنزول، ولا علشان هم كانوا متابعين وسائل الاعلام وحابين ان هم يشاركوا؟ مش سامع السؤال يا استاذ سامي. الأقباط في بني سويف نزلوا وشاركوا عشان الكنيسه دفعتهم، ولا علشان هم سمعوا في وسائل الاعلام وحبوا ان هم يشاركوا؟ يا استاذ سامي، قصه الكنيسه دي انا شخصيا كتبت اكثر من تصريح عن الانبا غبريال، وفي اجتماع والمحاضره دي موجوده على موقع النصرانيه، اللي يحب من الاخوه المسلمين يشكك في الكلام ده يدخل عليها ويتابع المحاضره. الكنيسه لم توجه احد، ولم طلبت فقط لا غير من الناس الايجابيه والمشاركه. ما يستخدمه شيوخ الفضائيات وقيادات الحريه والعداله عشان يحشدوا الناحيه الثانيه من الاخوه المسلمين الناس ضد تصويت الأقباط، ده شيء عارف من الصحه تماما. وهم بيضللوا الناس وبيستخدموا جهل وفقر الناس. الكنيسه لم توجه احد للتصويت بنعم، ولو توجهت الناس للتصويت بنعم كانت لم توجه احد للتصويت بلا، مش نعم. كان التصويت كان هيبقى اكتر من كده، يعني تمام. ده بديهي يعني. تمام. شكرا ليك جدا جرجس وهيب، مراسلنا في بني سويف، على مشاركتك معانا النهارده في برنامج ساعتين على الهواء.
على فكره لسه دلوقتي قناه عفوا ويب سايت الوطن ناشر تصريح لاحد شيوخ السلفيه في مدينه دمياط، وهو بيقول ايوه بندي فلوس للناس عشان تقول نعم. كويس ان الواحد يعترف بالحقيقه. فاصل قصير اعزائي مشاهدي الاباط متحدون، وسنعود اليكم للحديث عن المسيحيين داخل مجلس الشورى الجديد بعد ان اضيفت ليه سلطه التشريع، وكل حاجه في البلد بقت دلوقتي مع مجلس الشورى بالتعاون مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه. فاصل قصير ونعود اليكم. مرة تانية مشاهدي الاباط متحدون، معانا في الجزء الثاني النهارده من ساعتين على الهواء، واللي هنناقش فيه موضوع مهم جدا الا وهو المسيحيين داخل مجلس الشورى في عهد الدكتور محمد مرسي، واللي طبعا مجلس الشورى في ذلك العهد او في العهد اللي احنا موجودين فيه دلوقتي اضيفت ليه سلطه جديده الا وهي سلطه التشريع. وعلشان كده اصبح مجلس الشورى مش حاجه كده لطيفه جميله ناس كبار حكماء بيتكلموا خلاص، لا اصبح ليه دور كبير. علشان كده احنا النهارده هنركز عن المسيحيين اللي تم اختيارهم من قبل الدكتور محمد مرسي في ظل الاوضاع الملتهبه دلوقتي ليكونوا ممثلين للأقباط او للمسيحيين او للكنائس اللي بينتموا ليها داخل هذا المجلس العجيب، واللي طبعا تم اضافه ليه سلطه التشريع. لو جينا كده عملنا لفته تاريخيه هنشوف ان مصر قبل سنه 52 او قبل ما يسمى بان هو ثوره 52 كان الأقباط او المسيحيين بيشاركوا في المجتمع زيهم زي المسلمين، كانت مصر الليبراليه. علشان كده كنا بنشوف ان في قيادات مسيحيه وقبطيه تصل لاماكن حساسه جدا سواء داخل مجلس النواب اللي هو مجلس الشعب او مجلس الشورى في ذلك الوقت الثاني، يعني مجلس النواب او مجلس الشورى بمجهودهم لانهم ليهم دور، زي مثلا السيد ويصا واصف واللي كان وكيل لمجلس النواب بين قوسين مجلس الشعب سنه 1926، وكمان رئيس المجلس سنه 28، والاستاذ زكي ميخائيل بشاره اللي كان وكيل لمجلس الشيوخ سنه 45، والدكتور عزيز مشرقي كان وكيل لمجلس النواب سنه 1949. من اول ما جه عهد الرئيس المسلم الرئيس المؤمن السادات، وطبعا ابتدى ان هو يحط شكل جديد لمجلس الشورى، واصبحت المقاعد المسيحيه داخل مجلس الشورى هي شكل من اشكال المكافاه للأقباط او المسيحيين في المجتمع بوجه عام. بينقي منهم الشخصيات اللي هو راضي عنها كرئيس، اللي هي ممكن بتتكلم بشكل يعني في قدر كبير من الحياد، بتتكلم وخلاص وبتنظر كده للامر من بعيد، مش حاطه نفسها جوه الموضوع، وكان بيختارهم علشان يكونوا يعني عفوا لفظ ورده في عروه الجاكيته في الحياه السياسيه في مصر. ومن اول عهد الرئيس المؤمن الرئيس المسلم السادات كان في 8 دايما مقاعد للأقباط موجودين
منهم 4 للكنيسة الأرثوذكسية و2 للإنجيلية و2 للكاثوليكية. كمان ساعة الرئيس مبارك سار على نفس الدرب وعمل برضو نفس الحكاية مع المسيحيين طول الفترة بتاعته، إلى أن جه الدكتور محمد مرسي، وطبعا بعد حل مجلس الشعب وما بقاش عنده صوت واضح للتيار الإسلامي اللي هو بيحب ان هو ينميه غير مجلس الشورى، ولهذا منحه سلطة التشريع لحين ما يكون في مجلس شعب او انتخابات مجلس شعب ودستور وكل الحاجات دي كلها. اختار الدكتور محمد مرسي عدد من الشخصيات القبطية، في منها معروف لينا، في منها غير معروف على الاطلاق، في ناس رفضوا وقالوا ان احنا لا مش هنكون الوردة دي في عهد الاخوان المسلمين او في عهد حكم التيار الاسلامي لمصر، ومنهم طبعا الدكتورة الاستاذة جورجيت قليلي. بغض النظر عن كل الاسماء، النهارده هنحاول نفسر كده بهدوء وبموضوعية وبحياد مين مؤيد بوجود المسيحيين داخل مجلس الشورى، وهل هيكون ليهم دور في سلطة التشريع اللي هو دلوقتي المجلس بيتولاها ولا لا، من خلال الدكتور شريف دوس رئيس هيئة الآباط العامة. اهلا بحضرتك يا دكتور، منور الآباط المتحدون. والاستاذ روماني ميشيل المحامي، اهلا بيك يا استاذ روماني، منورنا ساعتين على الهواء. اهلا بيك. بداية كده دكتور شريف، يعني الأسماء اللي هي القبطية اللي تم الإعلان عنها موجودة داخل مجلس الشورى الجديد بعد إضافة سلطة التشريع، يعني حضرتك لو كان في عندك ملاحظات عن هذه الأسماء أو سابق معرفة فممكن تقولها لنا. قبل ما أتكلم على الأشخاص هنتكلم على المبدأ. تمام. مبدأ وجود المسيحيين في المجالس التشريعية والمجالس الشعبية والنيابية ومجالس المحافظات والمجالس المحلية مهم، خصوصا بعد إقرار الدستور المنحاز إلى الصيغة الإسلامية، ووجود بعض المسيحيين في هذه المجالس هيكون زي حائط صد لأي تشريعات جديدة وأي قوانين جديدة تمس حرية الأقباط وتمس حرية الحياة المدنية في مصر للأقباط والمسلمين. تمام. وبدون شك أنه ما حدث في الشهرين اللي فاتوا من استقالات كل المسيحيين من المجالس المختلفة، وأولهم نائب مساعد الرئيس الدكتور سمير مرقص، كانت لفتة وطنية جيدة، لأن احنا كنا معترضين على ما يحدث، لكن بعد ما حدث ووقعت الفاس في الراس، دلوقتي لازم نعمل استراتيجية جديدة للدفاع عن النفس. ووجود بعض الشخصيات المسيحية في المجلس مستحب، وكنت أتمنى أن الدكتور مرسي، ودايما بطالبه أن يكون عددنا 15% في كل المجالس، فلو مجلس الشورى اللي هو هيصبح اسمه مجلس الشيوخ ولا مش هيعملوه شيوخ؟ وهيبقى الشيوخ عشان طبعا الاخوان يعني ان شاء الله. هو الشيوخ اصول يبقى ناس سنهم اعلى شويه، لكن من الواضح ان اختياراته جاءت في طائفه الميدل ايج، يعني سن الوسط. هو دكتور معلش انا اسف ان دخلت في محاضره الدكتور. هو القانون بيقول الا يقل سنه عن 40 عام، يعني ممكن يزيد، لكن هو القانون قال كده. هو ما جابش السبعينات، يعني ايام من الرئيس مبارك كانوا كلهم، هو عشان الشيخ حافظ سلامه ممكن يلاقي في التسعينات ان شاء الله. كان الرئيس مبارك بيعين ال70 وطالع بالظبط. فدلوقتي احنا عندنا 12 عينوا في مجلس الشورى، وهو عدد قليل من 270، معناها ان احنا مش مكملين 4% حتى. يعني مش هيبقوا حق صد. لا، وجودهم كويس. انا ليه بقول هيكونوا حق صد؟ لكن لازم انوه ان المستشار ادوار غالي والمستشار منصف سليمان تعرضوا لكثير من النوبات الضغط من الحرية والعدالة والسلفيين، واستطاعوا أن يحلوا على الأقل 75% من المشاكل، وقدموا استقالتهم وقدموا انسحابهم فوق ال5 مرات. تمام. وده كان سر مش موجود. قدموا استقالتهم حضرتك من التأسيسية ولا من تأسيسية؟ وهم الحقيقة الاثنين مستشارين يا ريت عندنا عشرات منهم، لأنه ما فعلوه بالرغم من الهجوم القاسي اللي تعرضوا ليه، ما فعلوه يعني وفر على الأقباط كثير من الحروب،
ومنهم اضافات كانت هتحط لبعض البنود وهم منعوها. ووجود البند الثاني بنفس صيغته ده مجهودهم الشخصي الاثنين دول مع الانبا بولا، فلازم نحييهم على هذا. وهنا وجودهم بصراحة كان فيه منفعة، واشكر الظروف ان هم بخبرتهم الطويلة وحنكتهم عرفوا يحلوا مشاكل داخليا بدون ما اتكلموا في الجرايد، بدون ما شاروا على نفسهم ولا على الباقي، وبدون ان عملوا اي انتصارات داخلية وحكوها الاقباط. نيجي للمرشحين الحاليين. الليستة من 12 فرد، منهم 2 فعلا شيوخ اللي هم الدكتور صفوت البياضي الراجل العظيم رئيس الطائفة البروتستانتية، وهو سياسي عظيم ومسيحي محنك. والسيدة الدكتورة نادية مكرم عبيد الأستاذة في الجامعة الأمريكية، هي ليها طويل في العمل السياسي، وكانت من المحبين للدخول في كل مجلس موجود أو كل لجنة موجودة في العمل السياسي. وجودهم كناس كبار في السن مستحب. نيجي بقى للميدل ايج اللي هو السن الوسط اللي بين 40 و60. هنبتديهم برامي لكح السياسي المخضرم، ده سياسي لا تستهيني بيهم. ومن ضمن الإخوة المسيحيين اللي أنا عملتهم على الساحة السياسية أجد أن رامي من الناس المخضرمين، وما يقوله ليه معنيين. وأنا معجب بيه أنه هو قبل أسبوع قبل اختيارات مجلس الشورى كان معانا في اجتماع هيئة الأقباط العامة وقال ده دستور ما ينفعناش، وهاجم الدستور صراحة، وموجود كلامه على الويب سايت في صوت المسيح الحر. وكان يعني بصراحة لو كان بيدور على منصب ما كانش قال الكلام ده. والراجل ده سياسي مخضرم. طب يعني بما ان حضرتك ذكرت السيد رامي لكح، هو كمان ليه صور شهيرة في تقبيل رأس مرشد جماعة الإخوان المسلمين. ودي يا فندم بقول لحضرتك حاجة، الحاجات رامي يفعل، دي الخضرمة الحديثة يا أستاذ بسام، يفعل أشياء ليها معنيين. البوس اللي ايده الراس يبقى يعني اشياء يا دكتور. يعني كده دي ليها معنيين. بقول لك انا لما رحت اجتمعت مع الدكتور مرسي سنه 2011. دكتور انا عايزك تحدثنا عن انجازات رغم لك، بس احنا مش جايين نحاكم رامي لكح. لا معلش انت حضرتك مش جايين نحاكم. سعادتك انت مسكت رامي لكح يبقى دكتور اتكلم خليني اكمل. انا معجب برامي لكح، معجب حاجه وتقول انجازات حاجه ثانيه. مثلا تقبيله الراس المرشد دي ده حاجه انجاز سياسيه. انجاز السيد رامي لكح. طب ما نجيب ساويرس بس ايد الشيخ الازهر. لا في فرق بين المرشد والشيخ الازهر. ده مرشد جماعه محظوره، مرشد والازهر دولي وسطيه. لكن الازهر كل واحد يتصرف حسب نواياه. انا النهارده شفت واحد من جبهه الانقاذ، راجل كبير من الثلاثه الكبار باس على ايد الانبا بخوميوس النهارده قدامي في ايوه. الانبا بخوميوس شخصيه وسطيه معتدله الله. لكن المرشد الاخوان ليس يعني هو مرشد الاخوان وعلى مسؤوليته يعني شخصيه تدعو للعنف. تمام. لكن سؤال بس استاذ دكتور، تدعو للعنف. هل يمكن وضع نيافه الانبا بخوميوس او حتى قائد الكنيسه مع مرشد تنظيم زي تنظيم جماعه الاخوان؟ ممكن نحطهم في نفس بالنسبه لهم هم يحطوا ده بالنسبه للجماعه محظوره، لكن بالنسبه لكل المسلمين يا دكتور. لا دكتور يعني بالنسبه لحضرتك هم مش زي بعض. انا هبوس رجل الانبا بخوميوس. معلش الحته دي هو وحياتك يا معلش يا دكتور انا هقوم لو هنبتدي. لا انا تلميذ سعادتك، انا هقوم لو هنبتدي نهاجم. لا يعني هو مش بيهاجم في حد. انا لا اهاجم. رامي راجل مخضرم عمل سيبك من المرشد مش موضوع. طيب نعود تاني رامي لكح راجل عمل حزبين وانضم مع السادات في حزب وانسحب للتكتيك، وهو ما حدش مسيحي عمل لوحده حزب ونجح غير رامي لكح. يعني هي وجهة نظر حضرتك. معلش بس هي وجهة نظر الاستاذ ممدوح رمزي تمام صليط اللسان لكن ليه حسناته. طب ايه رأي حضرتك في الناس اللي بتقول ان هو طلب من نائب رئيس ان هو يعين؟ لا الاستاذ يعني ممدوح رمزي المحامي رشح من الحزب الذي ينتمي له.
تمام. زي ما رامي رشح من حزب مصرنا، وانا شايف الجواب بتاع حزب مصرنا. لكن هم في النهايه برضه بيمثلوا كنايسهم. انا اسف، اه دول مش مندوبين كنيسه، دول مندوبين وانا بنرفض احزاب. هم يمثلونا تمام فعلا. تمام. نيجي للاستاذه نيلي فام اه اللي رشحها الدكتور سليم العوة لسبب معرفة ان هما بيشتغلوا مع بعض في بعض القضايا الخاصة، وهو زميلها. اشكرك على هذه المعلومه. صح اللي فاهم مرشحها اسمعوا انا بقول لك اخوان المحاضره. طيب تمام. الاستاذ الصحفي سامح فوزي، انت عارفاه اكتر مني، وهو مؤهل للكلام على القوانين وعنده خبرة. الاستاذة نادية مكرم عبيد من ساعة ما انا اتولدت وهي في مجالس. تمام. الصراحة يعني ما سابتش مجلس. الأستاذة سوزي ناشد ست وقورة وجيدة. الأستاذ نبيل عزمي المحامي بالنقد، راجل محترم، راجل هادي ده حقيقة ومحترم، ولما بيغلط بيتغاضى عن غلطه بسرعة وفاهم. صح وشغال. الأستاذ الدكتور صفوت البياضي الأب الوقور، سياسي محنك ورئيس الطائفة الإنجيلية وله من الاحترام في كل الطوائف المسيحية. الأستاذ سليمان منصف سليمان قام من قامات القانون، واللي هاجموه هو والأستاذ إدوار غالب ما يعرفوش خبايا ما حدث في اللجنة التأسيسية، وحشوا عنا كتير، وكانوا يتمنوا ان هم يفضلوا لحد ما يكسروا عنفوان مادتين. تمام. تكملة المادة 80، المادة 68، المادة 219. تمام. وهم كانوا دارسين الموضوع باستفاضة، وقالوا على المادة 80 لما شالوا الإضافة بتاعتها قالوا 12 مرة قاموا دفعوا مرافعات جيدة نشيلها، وأقنعوا الناس اللي قاعدة وأغلبتهم إسلاميين متحفزين نجحوا ان هم يشيلوا الاضافه بتاع بند 80. السيد كمال سليمان بشاره معرفتي بيه قليله، والاستاذ فريد صفوت نجيب معرفتي بيه قليله. يعني الاسامي دي مش اسامي خارج العمل القبطي، دي ناس بتشتغل. وانا ليا راي انه اوحش حاجه ان احنا نهاجم بعض. احنا ما بنهاجمش يا دكتور. تمام. واحسن حاجه ان تجد الحسنة بتاع كل واحد. ليه؟ لان احنا عندنا غول هياكلنا، غول ونديله شرعيه، ولو فضينا اقول ده حلو وده وحش وده مؤهل وانا احسن منه وبتاع، مش هدي فرصة ان احنا نتقدم. تمام. المعارك كثيرة، وهذا مجلس الشورى للأسف لن يكمل 4 شهور. طيب كل ده يبقى ذكر، لكن وجود هؤلاء خصوصا ان هم المجلس له صفة تشريعية النهاردة، على الاقل واحد يصد شوية يقول ده لا ده صح. 12 ممكن بس نقدر هم نقول 12 يا دكتور. معلش مش هيبقى في كان اللجنة التأسيسية 2 أو 3 هم اللي بيعارضوا 100. تمام. بس في النهاية انتهت ان الكنيسة انسحبت. بعد اذن السيد معلش الفاضل ارد بس بعد ما صلحوا نعم. 75% من الاخطاء. طيب تمام. يعني احنا طبعا متفاهمين وجهة نظر حضرتك، وطبعا اهلا بوجهة نظر حضرتك يا استاذ رماني. لا ده وجهة نظر، يعني عايزه اعرف وجهة بس نظر قانونية يعني كمان هنقولها في المجلس الشورى نفسه. تمام. انا عايز اتكلم بس في نرد على النقطتين بتوع الدكتور واستاذنا ورئيس هيئه الرغبات العامه، ممكن يعني يرفدنا في اي وقت. تمام. رئيسنا كلنا. ونتمنى انا اقول حاجه على الهواء، ان لو كنا في زمن في غير الزمن كان الدكتور شريف دوس كان يبقى موجود في مجلس الشورى ومجلس الشعب، كان الدكتور نجيب جبرائيل، الناس اللي بتشتغل بجد، وبرده الناس اللي ذكرهم الدكتور ناس افاضل ما قلناش حاجه. تمام. اولا بس في حته مبدا وجود احنا في النهايه المسيحيين مش ضد افراد. ايوه مبدا وجود المسيحيين مهم، دي ده النقطه دي غلط. اولا هم المعينين كلهم ال90 يا دكتور ما عندهمش نسبه تعطيل قرارات، ولا عندهم نسبه اقرار كمان، لا يقدروا لا يهشوا ولا ينشوا. انت عارف سعادتك ان كل اغلبيه الموجودين 75% تيارات اسلاميه، نسبه التصويت 50 51 خلاص خلصت، فالناس دي لا هتقدر تعمل ولا تتكلم. ثاني حاجه بيقول الدكتور ان يعني مشاركتهم مش اضافه. لا ده ديكور محطوط زي الفل كده وبيدوا اضافه، لا بيضيف للرئيس مرسي شرعيه والمجلس الشورى شرعيه. بيقول ادوار غالب ومنصف سليمان وناس طبعا محترمين جدا انسحبوا او كانوا هينسحبوا 5 مرات، كان ما حصلش.
من تاسيس الدستور. وليس هذا الكلام عيبا في كلام الدكتور شريف، لا الكلام ده ما حصلش، لان هم لم يكونوا ممثلين عن نفسهم، كانوا ممثلين عن كنيسه عريقه، كنيسه وطنيه. مش معقول انا اكون ككنيسه علقوا عضويتهم. لا بعد اذن عليك، بناء على طلب الكنيسه، اي حاجه كانوا بيعملوها كان بناء على طلب الكنيسه. يبقى إذا عندما اشكر في شخصيهما اشكر في شخصيه الكنيسه الوطنيه، ولا اشكر في شخصيه ايه افراد. يعني دي بس دي ملحوظه، ما بقولش حاجه. اللي ضايقنا بقى، وانا اشوف في راي الدكتور شريف، معارضه المستشار ادوارد غالب لما عرض الانبا بولا وقف واتكلم وقعد، كانت خناقه على الملأ. هل كان هذا نوع من الكياسه ونوع من الاحترام الممثلين للكنيسه مع بعضهم؟ اعتقد رد واضح. في تكتيك سياسي. لا ده مش تكتيك سياسي، ان انا اطلع انا وانت على الهوا احنا ممثلين على الكنيسه نتخانق مع بعض، ده تكتيك سياسي. زي ما قلت ان لما سعادتك برضو ترد على الاستاذ دايما الدكتور نجيب كان قاعد جنبي. انا بس راس المرشد الاخ اسمه المليان ده اسمه ايه؟ رامي لكح، ما اعرفش اسمه قوي، لانه كان قاعد هربان من مصر بقاله فتره لحد ما رجع بعد ما اتشات عنه احكام. انا مش بعيب فيه، راجل محترم، بس بيقول انت كنت فين يا رامي لكح؟ فين انجازاتك السياسيه؟ فين انت لما رجعت الاقيك متعاون مع جماعه الاخوان؟ دي حاجه خطيره جدا. رامي لكح لما يبص دماغ المرشد، هل ده خضرمه سياسيه؟ اعتقد لا. تمام. الناحيه القانونيه بقى، مجلس الشورى ده مجلس معروف انه غير شرعي. مجلس غير شرعي لان نفس الانتخابات اللي تمت، وللاسف اللي حضر منها من الشعب 7%. تمام. الشعب تجاهل هذه الانتخابات، على فكره يا دكتور بس اعلم مننا، تجاهل كل انتخابات الشورى، صح؟ ما حدش حضر 7%. يعني ده معناه تجاهل. هذه القوانين التي تم انتخاب الناس عليها هي نفس القوانين التي انتخبت على اساسها مجلس الشعب. تمام. ومجلس الشعب حكم بعدم دستوريه القوانين وتحل مجلس الشعب، يبقى اذا هذا المجلس كده باطل. تاني حاجه دكتور شريف، وربما لو ما كانش تم، انا هقول لك مفاجاه خطيره، الدكتور شريف نفسه ضد مجلس الشورى. هتقولي ازاي؟ الدكتور شريف عمل مؤتمر ضد الاعلان الدستوري. طب نقرا الديباجه بتاعت رئيس الجمهوريه، انه بعد الاطلاع على القانون رقم كذا سنه 80 الخاص بمجلس الشورى، والاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، والاعلان الدستوري الصادر في 8 ديسمبر، قرر الرئيس الجمهوريه تعيين فلان وفلان. احنا كلنا الشعب كله خرج وقال لا للاعلان الدستوري، ومنهم الدكتور شريف دوس. الاعلان الدستوري ده راح ضحيته شهداء الاتحاديه. يبقى اذا اللي هو تم بيه تعيين مجلس الشورى، اذا هذا المجلس اتى على دم الشهداء. احنا مش ضد الاقباط يعني، او ان احنا كمسيحيين، ده احنا شرفنا المسيحيين يكونوا موجودين في اي مكان، ولكن ضد ان يستخدموا كديكور. الاقباط اصبحوا قوه كبيره جدا، قوه لها تاثير في الحراك السياسي، والدكتور شريف عارف، والا ما كانش هو كون هيئه عامه للاقباط، وشفنا الكلام ده لما بنتكلم مع الليبراليين. انا ضد ان انا اقول لرامي لكح، معلش برجع لرامي لكح، ان هو سياسي مخضرم. انا اقول هو مهندس عمليات التعاون مع الاخوان لمجلس الشورى حاليا. احنا اصدرنا بيان، مش عارف ساعتك اذاعتيه ولا لا، كنا مش ضد اشخاص، ضد ان احنا نزج باسم الكنيسه في هذه التعيينات، لان الكنيسه الارثوذكسيه عندما ارسلت قائمه او اخذت رايها كانت في بعض الاشخاص ليس من بينهم ما تم ذكره من تعيينات، ولا حد منهم. ولا حد. احنا بس معانا مداخله، فهم لا يمثلون يعني يعني. احد المشاهدين لينا استاذ رامي من اهلا بحضرتك يا استاذ رامي. اتفضل قول لنا مداخلتك عن يعني وجود الاقباط داخل، لا استاذ رامي شفيق داخل مجلس الشورى. اتفضل. الحقيقه انا عندي نقطتين في منتهى الاهميه الحقيقه من وجهه نظري. تمام. النقطه الاولى ليها علاقه بالشكل العام، وهو فكره تعيين عدد معين من المواطنين في مجلس نيابي، ايا كانت الهويه الدينيه اللي بيتمتعوا بيها يعني. تمام. اذا كانوا مسلمين او اقباط، ففي النهايه هم من ابناء الشعب المصري الواحد. ولعل تاريخ الشعب المصري يقدر يعرف كويس قوي ان كان جزء كبير من الاقباط المصريين هم جزء من المرشحين على قائمه آلة الوفد في بدايات من القرن العشرين، والمجالس النيابيه ابتداء من سنه 24، وكانوا بيخصوا المجالس النيابيه مش باعتبارهم مواطنين مصريين اقباط، لكن باعتبارهم مواطنين منضمين للجماعه الوطنيه المصريه في مقابل المحتل الاجنبي وفي مقابل اعداء الوطن بشكل عام. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي لازم الانتباه ليها بشكل كبير، ويمكن قال عليها ضيفة العزيز، ان الفكره ان التعيين في مجلس الشورى هو اضافه شرعيه على مجلس مطعون في شرعيته الاساسيه، ايا كان من هم الاعضاء المعينين، يعني ابتداء من اذا كانت
هويته دينيه قبطيه، او اذا كان حتى في الناحيه الاخرى من الديانه الاسلاميه. فالازمه هنا مش ازمه دين، لكن هي ازمه من يقبل ان يكون معينا ولا ياتي لهذا المجلس وهو يزيد بالفضل الى من اعطاه صوت. هو اتى بالتعيين، فهو هنا ياتي والفضل كل الفضل لمن اعطاه حق التعيين. تمام. ومن اعطاه كرنيه عضويه مجلس الشورى. وهنا نقف امام كل الاسماء الذين قبلوا هذا التعيين، ابتداء من رامي لكح او جمال اسعد او غيرهم من الاسماء. وجمال اسعد بس مش السيد جمال اسعد مش موجود. لا كمان المفترض انه من الاسماء التي طرحت. يعني فكروا فيها بس هو دلوقتي مش موجود. الموجود طبعا السيد رامي لكح. تمام. احنا مع حضرتك. اتفضل. والمحامي ممدوح رمزي. يعني حضرتك معترض على تحديدا شخص او يعني النشاط بتاع السيد رامي لكح والسيد ممدوح رمزي؟ لا انا مش معترض على اسم بعينه من الحقيقه، انا مش معترض على اسم بعينه. انا في البدايه اعترضت على مناقشه المساله على الاخبار المعينين في مجلس الشورى. الازمه هنا مش ازمه انه قسم معين. الازمه هنا من قبل التعيين بشكل عام ايا ما كانت هويته الدينيه. ايا من ال 90 او 99. اوكي. ايا من ال 90. ايا ما كانت هويته الدينيه، اذا كان قبطيا او مسلم. ده غريبه يا استاذه بسام. تمام. شكرا لحضرتك جدا يا استاذ. ده غريب بس ان كان احد المعينين حاليا واقول على الهواء الاستاذ ممدوح رمزي كان يهاجم بشراسه من تم تعيينه في مجلس الشعب وقولهم لو انتم وهاجموا هنا وقالوا لهم لو انتم عندكم الكرامه تقدموا استقالتكم فورا، هذا مجلس قندهار، هذا مجلس اخوان. طب انت دلوقتي دخلت في مجلس شورى الاخوان من اوسع ابوابه. انا انتظر هذه المداخله منه، ننتظر هو يقول لنا ما هذا. يعني ده مجلس الشورى فعلا اخوان 75% اخوان والباقي سلفيين. تمام. طيب بعد اذنك يا استاذه بسام. حاضر بس حاضر هرجع على حضرتك. بس فيما يتعلق بالسيد تحديدا المحامي ممدوح رمزي، في بعض الناس بتقول انه حضر الحوار الوطني اللي رفضته كل القوى المدنيه والكنيسه رفضت الحوار. الكنيسه وكل طبعا هو حضر عن طريق الاستاذ رامي لكح ولا يستطيع ان ينكر هذا. الاستاذ رامي لكح هو اللي خده معاه في هذا المكان، وما كانش مدعو من الاصل، اللي كان مدعو الاستاذ المستشار امير رمزي. والمستشار امير رمزي اعتذر عن هذا الحضور لان هو رجل وطني ويسير مع الكنيسه في اتجاه واحد. لكن الاستاذ ممدوح رمزي حضر مع الاستاذ رامي، وكانوا هم الاثنين احنا كنا عارفين ان هم هيتعينوا. وكان موقف طبعا، وكان واقف قصاد المستشار مكي عمال يعمل كده، يعني موافقه له حريه شخصيه. احنا مش زعلانين ان ممدوح تعين او غيره تعين، احنا بنقول على المبدا. انت كنت في زمن من الزمان بالامس كنت تشجب ان يتم تعيين في مجلس شعب الاخوان، والان ترتضي بذلك، فهذا موقف متناقض. هذا موقف متناقض. طيب دكتور شريف، انا عايز اوضح حاجه. برضه الناس اللي شاركوا في الحوار الوطني مش يمكن دي تكون مكافاه؟ لا حضرتك كان كافئوا باقي الناس. كافئوهم مكافآت ال 12 اسم مفيش غير 2 حضروا الحوار الوطني. وعلى فكره في ناس حضرت جزء الصبح وما طلعتش على التلفزيون، ومنها ناس شهيره جدا انا مش عايز ادخل في تفاصيل. وهم تجنبوا ان هم يتصوروا في المؤتمر الصحفي. بس مش انا. مش شهيد. بس انا عايز اوضح حاجه. تمام. احنا لو دولة قانون ودولة مبادئ، انا موافق مع اللي قاله الاستاذ رموان 100%. تمام. لكن احنا اصبحنا في دولة بلا قانون ودولة بلا مبادئ. ويا اما هياخدوا القطر ويفلسعوا بالقطر في الصحراء، يا اما هنركب معاهم السبنسة ونعرف اتجاههم رايح فين. الدولة منهارة والقانون منهار. بقى اللي بيحصل على رأي الأستاذ رموان في المحكمة الدستورية ده يرضي حد في العالم؟ صار بالأحكام الدستورية طبعا ما ينفعش. فازاي هو النهاردة بيعمل مجلس تشريعي وموقف السلطة القضائية؟ ده موقف النيابة، موقف القضاء، موقف المحكمة الدستورية، مجلس الدولة. ده كان حديثنا دكتور شريف قبل ما نطلع على الهوا يعني، ولا بنتكلم ازاي؟ طب مش كل الحاجات دي برضو تدفع بالناس ان هم ما يشاركوش في الهزل ده؟ حضرتك انت لو الكلام ده ما تشاركيش لو ناس بتتفاهم وعارفة ان في فرصة تانية للاشتراك. لكن دول يتمنوا
وهيضحكوا في عجبهم انه سابوكي وهيسابوكي للابد. ده بيتمنوا ان احنا ما نشتركش. يعني حتى انا اشتراكي طبعا مش في مجالس وحاجات زي كده، انا برفض تماما طول عمري، لكن اشتراكي بان انا بوصل معلومات واخد منهم معلومات، لكن عمري ما انقطعت عنهم. وانا اول الناس اللي تفاوضوا مع الدكتور محمد مرسي وهو رئيس حزب الحرية والعدالة شهر 7 2011. ايوه قعدنا معاهم 3 جلسات، كنا 5 أنفار، انا والدكتور سمير مرقص والاستاذ يوسف سيدهم والدكتور الدكتور ايهاب رمزي والمهندس رؤوف عبد المسيح. قعدنا مع الدكتور محمد مرسي والدكتور الكتاتني والسفير محمد رفاعة الطهطاوي. وكانت جلسات مثمرة، وطلعنا الحقيقة طلعنا اعلان مشترك ان احنا بنعتمد على الوثيقتين بتوع الازهر بتوع شهر 7 وشهر 7 2011 2010 وشهر يناير 2011 كقاعدة للتفاهم بين الحرية والعدالة والمسيحيين، وان احنا هنمشي نحو دولة مدنية يحكمها الحق والقانون. مش الدين. معايا في بعد ما مشيتش. يبقى لسه عايز مضى. رغم ان سعادتك شاركت ده، انا عايز ده مضى رغم يعني المشاركه يا الايجابيه سعادة بعد المشاركه الايجابيه من حضرتك. وانا قلت لو كنا في زمن غير الزمن كنا وجدنا الدكتور شريف والدكتور نجيب جبرائيل والناس المحترمه اللي شغاله، كنا وجدناها في مجلس الشورى ومجلس الشعب. ولكن هل مشاركتك الايجابيه ديت قدمت ولا اخرت؟ معلش انا اسف، مش عايبا فيه، يعني عايبا في دوله الله قانون اللي انت لسه قايل. النتيجه ملموسه حضرتك على الواقع. على الاقل بديلهم انذار. خد بالك التاريخ يا دكتور انا 15% من الشعب ده، وامال اذكره كل شويه. انا مره قعدت مع ناس من الحريه والعداله يقول لي انتوا كام؟ 1% 2% حاجه كده، يعني ما عندهمش فكر. ما عندهمش فكره احنا فين. ما عندهمش فكره يعني ايه ارثوذكسي وكاثوليكي وبروتستانتي. ناس لا يعلموا شيء عن الاخر. فالنهارده لما بتقعد مع الناس دي في مجالس بيبتدوا يفكروا. زي ما قعدت في حلقه تلفزيون مع واحد عميد كليه الشريعه في الازهر، وانا بتكلم معاه قال الله اكبر الله اكبر الله. ايه الكلام ده؟ انا قعدت اضحك. هرد عليه اقول له ايه؟ خدي بالك ان انت في دوله يحكمها بعض الاشخاص الذين لا يعرفوا شيئا عنك. طيب يعني معلش بس يا دكتور شريف، يعني اذا كان الناس دول كتيار سياسي مش عارفين حاجه عن المسيحيين فده وارد، لكن ان لما يكون في موضع الحكم لا لازم يعرف كل حاجه ما يعرفش عن حاجه. المصريين. ما يعرفش حاجه، صدقيني ما يعرفش حاجه. ما يعرفش حاجه، بس نتيجه اللقاءات بتوصل لاني بقول له انا موجوده وخلاص. بالظبط. طب الكنيسه يا دكتور شريف، الكنيسه غير مش في جيبهم الكويس دلوقتي، مش في خيالهم الكويس، بدليل انه ما خدوش ولا مرشح من رشحتهم الكنيسه الارثوذكسيه. الكنيسه لم ترشح، يعرض عليها اسماء، انا مش بتكلم على اسم الكنيسه وهي اختارت، والكنيسه قالت ماشي دول كويسين. لكن انا عايز اقول سعادتك، لكن الكنيسه لما انسحبت من تاسيس الدستور لسه عايز اقول سعادتك يعني ايوه ما هي راحت ده كان موقف ده يدي ضوء اخضر للناس ديت ان هي برضه تنسحب. مش عايزه تسمع. يعني انت جاي بعد ايه؟ كان الكنيسه موقفها رائع جدا لما انسحبت من التاسيس، والقوى المدنيه كلها حاطه ايدها في ايد المسيحيين وكلهم نزلوا في ضد الاعلان الدستوري. طب احنا دلوقتي الناس اللي تعينت ديت ما موقفهم لو قامت الامه بتاعت الشعب؟ ما حضرتك دلوقتي يبقى مش احنا قباط، احنا متعينين مش كقباط، متعينين كناس مصريين مش كمسيحيين. احزاب مدنيه. للاسف سعادتك كل الاعلام حضرتك مش مع ان هم يقولوا ان احنا معينين كقباط. لا طبعا ده من احزاب مدنيه. هل سعادتك علمت ان هناك وثلاث ارباعهم من احزاب مدنيه؟ سعادتك هناك دعوه مرفوعه من محامي اسمه الاستاذ محمد زين ضد الاستاذ رامي لكح بيطالب فيه انه يتم استبعاده من التعيينات الشورى لان هو بيحمل جنسيتين. هل سمعت هذه الدعوه؟ ورقمها موجود على الانترنت 41870 سنه 67 امام محكمه القضاء الاداري. يعني هنلاقي بقى ايام يعني حتى حته الكحكه اللي هم خدوها والرامي خدها هيلاقي في ناس هتاكلها منها. طب ما اولى بيك واشرف بيك يا عم رامي انت ومجموعه. قبل ما يجي حكم هيكون الاربع اشهر فاتت وخلص. احنا مش هنتعين في مجلس الشورى على دم الشهداء ولا دم الأقباط ولا دم المصريين. يا ده كان اولى. انا مش بعيد في الافراد يا دكتور، هم اتوا في وقت عصيب، هم ناس محترمه جدا لهم تاريخهم ولهم كل حاجه، لكن ما نقدرش نقول موقفهم الاخير ده بيتعينوا وهم عارفين انهم بيتعينوا كمسيحيين. ممكن اقول لك حاجه نهائيه؟ بيتعينوا كمسيحيين. ممكن اقول لك حاجه نهائيه؟ لديهم من الشجاعه قبول هذا الترشيح
اللي انا ما كانش عندي هذه لا ده مش الشجاعة. شجاعه، ده شهوه منصب، لان الدرع كده رامي لكح راح النهارده وشايفينه طلع في الانترنت بيكتب، وقبل حتى ما يتبعت ورق الاقرار الاستفتاء مستعجل، حتى راحوا كاتبين كده وانه لن تعطى لهم الكرنيهات لان لسه ما طلعش ورق تصديق من الرئيس لحد دلوقتي على يعني انت بتسرع ليه قوي كده؟ انا عايز يبقى معاك كارنيه مجلس الشورى، مش معقول. احنا في وقت عصيب لازم كلنا نبقى موقفنا يا واحد. أستاذ رمضان. موقفنا مع الكنيسه كانت قويه وشجاعه عندما انسحبت التاسيسيه، يبقى ما نكسفهاش ونعمل حاجه زي كده، لا نقول لا ده زمن وده زمن. ازاي يا دكتور؟ احنا لسه في زمن قبل الدستور يعني يا دكتور تلعرض عليك هذا وزمن بعد الدستور. معلش انا اسف ان انا بقول يعني على الكنيسة لو عرض على كمان سعادتك إن هي هتوافق؟ تبتدي تغير نعم. لو معلش توجهها وجه السؤال مع يا الدولة؟ دكتور، لو عرض عليك هذا المنصب هتوافق؟ لا ليه؟ انا اللي متوقعه. ليه دكتور شريف حضرتك ضد المجالس بوجه عام؟ لا انا ضد المجالس بوجه عام. والمجلس ما بوجه تكونش- خاص. وده مش الزمن يا دكتور بتاعي. احنا عارفين قلبك اوجه الزمن، ايوه ده اللي احنا ده مش الزمن يبقى بتاعي. اذا عليهم ان ينسحبوا. يبقى وانا انت معنا. من اسبوع منزل على الانترنت ان انا برفض الدكتور اعلن، ولا- الدكتور عمل مؤتمر اعلن فيه ان الاعلان الدستوري باطل. طب الاعلان الدستوري ده هو اللي جاب الناس دي، يبقى اذا هذا هيبقى في تناقض لو هو يا بيه ما اقدرش اسيب البلد ما تمثلش يا حد دكتور فيها. دول لن يقدموا لاخروا، مش عشان هم وحشين. لا يا بيه. هم مش كتله تصويتيه. دول زي ايه؟ وليس كتله تصويتيه، مش مسيحيين بس، مش تصويت. معينين يا ولا ساتر. يعملوا حاجه ولا يجيبوا نسبه على الاقل تعطيل. يقولوا لا. على طب ما ال- هي ليه الكنيسه انسحبت؟ هم قاعدين في البيت. ممكن برضو في الاستفتاء على الكنيسه المواقف فعلت تقول لا. الكثير، وهتعرفوا لما الاسرار تطلع بتاع اللجنه التاسيسيه. مندوبين الكنيسه الثلاثه قبلوا بلاء حسنا في اللجنه التاسيسيه، وبكره هتعرفوا هذه الاخبار. طيب. وكلام يعني ما احبش انا يطلع مني، لأن انا سمعته من المستشارين منصف هم ناس محترمه بس والحقيقه أنا صراحة يعني شفت ما قبل- اقدرش قبل- اطلع قبل- الكلام قبل- غير لما هم يطلعوه الاول. لا بقول لك الراجل وطني جدا، وكان ماسك الامور بميزان حساس جدا، ولما شعر ان الامور فيها بعض القوانين وبعض مش قوانين، بعض المواد بتدار في غرف مغلقه، وشعر ان فيها همز ولمز وغمز، للاسف وخيانه. بس اقول لك من مين ده؟ من ما برضه مش عايز اقول من احد مين، بس مش هقول برضه عشان احنا ما نقعدش في حد، ولكن رئيس الهمز واللمز الدكتور محمد بتاجي معايا، وللاسف وجد تقاعس من بعض ممثلي الكنيسه مش هقول اسمائهم، وهذا التقاعس يفسر على انه اتفاق. لا قال لك لا ننسحب. فالانبا بولا انا بحييه على هذا الموقف، حي الكنيسه الارثوذكسيه على هذا الموقف. صحيح. يا ريت احنا كلنا، مش بقول ان انا راجل مش طائفي، انا مش راجل ضد الاباط يبقوا في مجلس الشورى، ده يا فرحتنا يكون في اباط مش بدل ال 12 بس يبقوا 20. فاعلين بس زي ما يبقوا في حضرتك وقت. قلت يا 12 مش هيعملوا حاجه. لا طيب. ويكون في وقت غير الوقت. تمام. في معانا دلوقتي مداخله من الاستاذ يوسف من القاهره. اهلا بيك استاذ يوسف. اهلا بحضرتك. اتفضل مداخله حضرتك عن المسيحيين جوه مجلس الشورى. اوكي انا بس حابب اعلق على حاجه. يعني انا بالنسبه لي ان الاستاذ ممدوح رمزي ورامي لكح ونبيل عزمي وكمال سليمان كل الاسامي اللي قدمت ان هي تفوز الشورى، او ممكن هم يكونوا ما يعرفوش ان هم الاخوان بيدوروا على الوجوه الجديده اللي هي بتحل محل جمال اسعد ونبيل جبان وكمال زاهر ورفيع حبيب، الناس اللي هي كان اصلا بيعتبروها اعضاء وهم اعداء للكنيسه. تمام. اللي كان الحزب الوطني او كان ممدوح له لما تاريخ كانوا بيقول لك احنا بنعين اعضاء نواب الشعب، كان طبعا احنا بنبقى عارفين ان جمال اسعد هو اللي بتعين وعلى اساس ان هو راجل ابني وفلان وعلان. وبعدين انا عايز اقول ان الناس دي ما بتمثلش كتير كتير. يعني الاستاذ رامي لكح كان هو الوحيد الابن اللي راح للرئيس ساعه الاحداث بتاع الاعلان الدستوري، وهو اللي قبله وما اعرفش كان بيمثل مين. هو كان بيمثل نفسه ساعتها، ما كانش بيمثل اي حد. حزب مصرنا. تمام. هم اللي حصل في موضوع حزب ما عملش حاجه. يعني الاستفتاء الاخير ده مش عارف مين كده بتغيير، وفكرني بالانتخابات الاخيره بتاعت مبارك اللي كانوا بيتكلموا الناس ان هي سبب من اسباب الصوت. يعني تاني الايام اللي 98% وكده، اللي هو من غير تحسين موضوع 98% نعم ومش عارف 2% لا في محافظات كتيره والحاجات اللي هي كده. تمام. شكرا لحضرتك يا استاذ يوسف. يعني المداخله طبعا واضحه ان في النهايه نفس رؤيه حضرتك يا استاذ روماني. بس انا هسالك سؤال دكتور شريف. دكتور سمير مرقص لما قبل المنصب لمساعده الرئيس محمد مرسي، وبعد كده لما فوجئ كغيره طبعا من الناس باعلان دستوري ودم ومظاهرات والرئيس ودن من طين وودن من عجين، مشي. وجود الدكتور سمير مرقص داخل الرئاسه وخروجه منها بالشكل ده اضاف لي ولا خد منه؟ اضاف لي بدون شك واضاف لينا.
طب دكتور يعني سمير شهر مرقص وصل الاتصالات على اعلى مستوى من الدولة، وما زال حتى بعد خروجه كمساعد رئيس جمهورية له القدرة على الاتصال بالكي بيرسونز. يعني ايه كي بيرسونز؟ يعني الناس اللي بتحرك السراير. وكثير من المشاكل يمكن انتوا تعلموا ولا تعلموا من المشاكل الطائفية اللي على مستوى البلد اللي حلها الدكتور سمير مرقص، ده حقيقي. وانا على شاهد عيان عليه. وكنت بطلب منه طلبات من المشاكل الطائفية على مستوى البلد وهو اللي حلها، طب احنا واشكره على كل تمام، تدخلاته. بس يعني لغايه امتى هيتم اللقباط يعتمدوا على حل مشكلاتهم بناس وصلوا مثلا لان هم كانوا قريبين من قيادات او من ناس زي ما حضرتك وصفتهم؟ يعني ليه ما تحلش مشاكلنا بالقانون؟ لان ما فيش قانون ينصف المسيحيين في هذه البلد. يعني احنا هنفضل كده على طول؟ ما زالت لا توجد مواطنة في مصر، والقادم اسوأ. طيب اذا كنا بنعتمد يا استاذ روماني في الماضي على اتصالات من بعض الناس زي الدكتور سمير مرقص وغيرها لحل المشاكل، في ظل المد الاسلامي الكبير الموجود في المجتمع، شايف اذا حدثت مشكله طائفيه في الوقت الجاي هيكون حلها ازاي؟ انا شايف الحل طبعا مع احترامي الدكتور سمير مرقص كان راجل رائع وكان خروجه اروع من مؤسسه الرئاسه بعد ان وجد ان هناك دماء كثيره مش من الاقباط، من جميع المصريين. فكان موقف وطني ليس بصفته مسيحي بل بصفته مصري. تمام. انا شايف الحل ان احنا نحط ايدينا كمسيحيين مع الناس المسلمين المعتدلين والليبراليين. هي دي طوق النجاه الوحيد. وان احنا من دلوقتي ما نتكلمش عن مشاكلنا كاقباط بصفه يعني طائفيه، لا نتكلمها بصفه وطنيه وندخل فيها المعتدلين مش المجانين. مش عايز اقول المجانين دول معروفين بالاسم يعني. فبالتالي هنا ده هو طوق النجاه. تمام. القادم قوانين مش هنصفك، الدستور وحش جدا الدكتور عارف، الدستور سيء اسوأ ما يكون. اللي بيقوموا بتطبيق قوانين للاسف دلوقتي محتاجين حد يسندهم اللي هم القضاء. فالقضاء دلوقتي مهتز للاسف، مهتز، وعمرها ما حصلت في مصر. ولكن ان تحاصر اكبر مؤسسه قضائيه او هيئه قضائيه في العالم العربي، واللي كان الدكتور شريف بهذه الطريقه ونقول في دستور طالع، ده مصر ضاعت. فانا بقول احنا كاقباط لازم ننخرط في العمل السياسي اللي هو ايه، مش طائفي، عمل سياسي مش طائفي، ونكون مؤثرين فيه. لكن لما احس انا متاخد كده متشد كده يلا عشان نكمل 90 بعينهم واقول ده منهم 12 اقباط، اقول لا ستوب يا حبيبي ما تاخدنيش المنظر ده. انخرط في احزاب سياسيه، انخرط في جماعات ليبراليه، لكن ما احطش ايدي مع ايد مجلس شورى اخوان او مجلس شعب اخوان زي ده. تمام. طيب دكتور شريف، يعني الدستور سيء جدا وحش جدا زي ما هو الاستاذ روماني قال وزي ما كل الناس كمان عارفه. الفتره الجايه شايف رد فعل القوى المدنيه بعد طبعا ما النتيجه زي ما واضح او مؤشرات الاكتساح لنعم هيكون ايه؟ انا دايما متفائل. في شهر مارس 2011 كان نتيجه الاستفتاء 23% لا. في شهر 2012 أصبحت النسبة 40%. تمام. فيوجد ازدياد في القوى المدنية المعتدلة في مصر. وأتمنى على السنة الجاية نكون نجاوز 50%. ودي مؤشرات جيدة. ده لو عشنا نعم. السنة الجاية مش هنعمل دستور تاني؟ لا، هنعمل دستور بعد سنة ونص. مدة هذا الدستور ممكن يتغير بعد سنة ونص. ليه؟ هو مكتوب كده. نعم، هو مكتوب كده. ممكن تغييره أول ما مجلس الشورى والنواب يجتمعوا، ممكن تغيير بعض البنود فيه. أنا مقدر إن الشورى والإخوان، الشورى والنواب هيتم انتخابهم في خلال عام ونصف اللي جاي. نعم. هيقعد سنة ونص. أنا بقول عن النواب اللي هو المجلس الشعب خلال 60 يوم من إقرار الدستور. ما حضرتك أول ما تختار مجلس الشعب ينحل مجلس الشورى. تمام بالظبط. ويعاد صح انتخابه. يبقى عشان كده مدة ال4 شهور. عشان كده مش عمره قصير مجلس الشورى ده، وما يستحقش ان احنا نجادل فيه. فاحنا لو احنا القوى المدنية في مصر فائت 50%، هنكون في وضع افيد واحسن واوقع. انا كنت في اجتماع مع بعض المصريين والإدارة الأمريكية، وبعدين بنشتكي لهم انتوا ليه بتساندوا الإخوان؟ فالرد الحاسم كان لأن الإخوان هم الفصيل المنظم الوحيد في مصر.
قال لي تعالى خد اللقبات بتوعك انت، كم قبطي ما شتمكش وكم قبطي شتمك؟ لا بس ده طبعا اسباب وهي طبعا لا تنطلي على حضرتك. اسباب حقيقيه، يعني من ان وجهه نظرك. عندهم الطاعه نظرهم. واحنا عندنا الشتيمه. لا احنا ما عندناش شتيمه ولا حاجه. طب ما هم كانوا انا متعودين عانيت مع يا نظام رومان. مش من انا عانيت، الدكتور سمير مرقص عانى، اللي بيتعينوا اليومين دول بيعانوا. بس دايما اوحش البقاء حاجه أصلح في يعني. الطائفه القبطيه هي اللمز والغمز. هل من المعقول ان محافظه المنيا اللي قوامها 40% من المسيحيين وعدد التذاكر الانتخابيه فيها 2 مليون و4 او حجم السكان فيها 2 مليون و4 من عشرة، هل يصح ان يخرج منها 18%؟ لا، والباقي نعم. محافظة المنيا بس المحافظة ده الأولى دكتور. المسيحيين ما خرجوش. الضغط اللي وقع عليه والدكتور المسيحيين. إيهاب ما رمزي قدروش يخرجوا. لا دكتور إيهاب رمزي قال لي من أسبوع، طب ايه اللي دخل الجمله قال لي يا الشتيمة؟ شريف يا دكتور شريف بتتكلم على الشتيمه ولا المسيحيين مش هيطلعوا. لا قلت له يعني حاول. هو بيتكلم عن عيوب القباط بوجه عام. يعني احنا مش منظمين. مش الإدارة كده. الأمريكية فاهمة بتعمل إيه، عايزة فصيل تعرف تقعد معاه وتكتب ساعتها بتقول دولة الله بروجرام. قانون لسه يا دكتور، يعني دولة تمام. الله طيب قانون. يعني رأي حضرتك يا استاذ روماني في مسألة الإدارة الأمريكية ومختارة لا. الاخوان عشان فصيل انا لا منظم ولا احترم عشان انا لا احترم ليها اهداف ثانيه؟ هذه التقارير تماما، لان انا لا اعرف مصدرها اذا كانت مصدر حقيقي ولا خرجت فعلا. أنا المصدر. لا يا دكتور، انا بتكلم عن ايه؟ على الاداره الامريكيه. ما ممكن في بعض وكالات الانباء بتقول لها غلط، في بعض الترجمات يا غلط. سعادة البيه أنا المصدر. خلاص يبقى انت علاقه من بالاداره الإدارة. الامريكيه. الاداره الامريكيه ماذا فعلت معلش الاقباط حتى تقيم الاقباط؟ ماذا فعلت الاقباط؟ الاداره الأمريكية. ماذا فعلت لمصر؟ الاداره الامريكيه عامله ايه؟ ده الدنيا عماله تخرب يا بيه. هل سعادتك معلش انا اسف يعني، هل سعادتك تعلم ان 90% من الاقباط اللي بيخشوا ياخدوا فيزا بيترفضوا ومفيش حد بياخد فيهم الا اللي عنده عجزه او ده لسه جاي لنا شكاوى هذا بحين الاخوان. اي واحد اخوان يخش بدقن يخش ياخد الفيزا السفاره الامريكيه. اتقلبت العمليه، اتقلبت بطريقه غير طبيعيه. وكان اخيرا معين اوباما واحد من مصر عينوا المجلس الرئاسي هناك عندهم، مش عارف عملوا كام مجلس سياسي زي الاخ محمد مرسي. زي محمد مرسي هيحكم امريكا. فانا بقول انا لا اعترف بهذه التقارير، واذا كانوا هم بيقيمونا فاين هم من الاخبار؟ وعلى فكرة نفس التقييم لكل الفصائل المدنية مش بس المسيحيين. ساعتك الاقباط لم يعطوا فرصه بالنسبة لكي يكونوا منظمين. بعد اذنك بس، تمام. الاقباط لم يعطوا فرصه لكي يكونوا منظمين. انت لازم تقول دوله الله قانون. اين القانون الذي اعطانا فرصه؟ ده كل ما قبت يخرج. انا قبل ما اخش عشان ابقى منظم الاقي واحده اتخطفت اروح جاي عشان ادور عليها، الاقي واحده مش عارف بيحصل لها ايه. احنا في مرحله تنتيش. فالاقباط لسه أو درس دموي زي 9 أكتوبر. سياسه زي ما حضرتك تعرف. لكن امريكا ما عملتش حاجه. امريكا ولا هتعمل حاجه. يبقى لازم الاقباط يحطوا ايديهم في ايد المسلمين المعتدلين وفي ايد بعض الاول، وفي ايد بعض طبعا. واحنا يا دكتور الاكل ما بيحبش بعض. عشان كده الأقباط لما بيحبوا ابتديت بعض. يعني مش عايز لازم نبقى قوة منظمة وتدخل مع القوة المدنية، ويجب يكون وندي لها قوة ويدونا قادة قوة. الأقباط زي وانا حضرتك موافق برضه. معاك ان انا قوتي ان انا ادخل الاحزاب طبعا. المدنية طبعا. ولازم يكون قادة خلاص. الاقباط برضه ما يشتغلوش على بنفسهم. مواجهة المادة ده اللي انا عايز اقوله بقى. مواجهة المفروض الإسلام بقى. السياسي. تمام. طيب المرحلة السابقة في الجزء الصغير جدا من تولي البابا تودروس الثاني قيادة الكنيسة، لكم في عون. شايف يعني ردود أفعال وعاملة ازاي تجاه المواقف المختلفة؟ ردود افعال البابا ولا ردود افعالهم هم؟ ردود أفعال البابا. انا اقول قبل ردود افعال البابا ردود افعالهم هم. الراجل حتى قائمه اغتيالات اول ما جه. مش عارف دي نفسي اعرفها. كنت عايز اطلع في الاعلام اقول ليه. طبعا ما حدش كان هيدي دي فرصه انا اتكلم. انا عايز اعرف ازاي يتحط على قائمه اغتيالات وما يعلنش حتى الان عن هذه الجهه، وما يتمش القبض على جهه بتهدد راجل في حكم قداسه البابا. قداسه البابا احنا يعني انا اقل من انا اقيمه. قداسه البابا حكيم جدا، ماشي مع السياسه ان هو حتى بيعمل تغريدات جميله كده معزيه للشعب. برضه له مواقف سياسيه واضحه ان هو بيشتغل مش بكتر الكلام، لا بيشتغل بالفعل. لما انسحبت الكنيسه كان موقف سياسي رائع. قداسه البابا لسه ما نقدرش نحكم عليه حاليا كشغل سياسي. هو راجل احنا مش عايزين نشتغل سياسه. لا بس انسحابه من التأسيس كان رائع للدولة. ده كان الانبا بخوميوس. رائع. الانبا بخوميوس بعد اذنك يا روماني انا اقدر اقول حاجه. طب اقدر اقول حاجه. يعني انا رحت قداسه البابا في الدير يوم الثلاث وقدمت له طلب بطلب فيه. قلت له يا سيدنا عشان خاطر المسيح اقرا الطلب. وانا طبعا ما اقدرش اقول حاجه اتقول على قداسه البابا، هو ممكن يسمعني. قلت له عشان خاطر المسيح خد الطلب ده يا سيدنا. قال لي ده طلب ايه؟ قلت له ده طلب الانسحاب من التأسيس. قال لي كل شيء في وقته. قداسه البابا معايا. ففي البابا مش معقول الانبا بخوميوس ياخذ سلطه البابا في وجود بطرك. فالذي اخذ هذا القرار
الاقباط معايا، الاقباط وبرده الانبا بخمس، وبرده لازم يكون في الاخر موافقه البابا. يوم الخميس اللي قبل التأسيسية جمع الأنبا بخوميوس 50 من الأقباط في البطريركية. انا كنت مع حضرتك. وخد فوتنج و47 قالوا ننسحب. بالظبط. وهو قال ان انا ما اقدرش اكتب الجواب دلوقتي الا الشعب. بعد استشارة البطرك. ايوه. وراح يوم الجمعة الدير وعرض عليه قرار الشعب مع الانبا موسى. وهو قداسة البابا قال له مش الشعب عايز كده، الشعب اللي يعمله. ما انا فاهم بس وصدر هذا القرار في عهد الانبا بخوميوس يوم السبت بس قبل تسلم البطريرك. قصدي اللي هو قبل التنصيب يعني. لكن في النهايه برضه هو كان موافق يعني موافق طبعا كاحترام لقداسه البابا. هو كان موافق لان هو بناء لقى شعبه عايز كده. لا الشباب كانوا هيعملوا ثورات جامده، الاقباط كانوا لسه بيحضروا ثورات بيطالبوا فيها بانسحاب الكنيسه، لان كان وجودنا في الكنيسه في التاسيسيه، كان وجودنا في التاسيسيه وفي مواد بتتحط كلها ضد المواطنه وضد حريه الاعتقاد، كان شيء صعب. لكن برضه حضرتك بتقيم موقف الكنيسه ازاي يعني في الفتره القصيره؟ اعتقد انه الانبا بخوميوس ثم قداسه البابا رفعوا الكنيسه الى كنيسه متحضره ديمقراطيه وما عندهمش قرارات شخصيه مسبقه، بياخدوا اراء كل المسيحيين. كل الفرقاء اللي معاهم واللي ضدهم واللي معاه وبيحبهم واللي مش بيحبهم. وكانت هذه نقطة جيدة في أول عهد الأنبا بخوميوس ثم قداسة البابا. بيستمعوا وبيدونا فرصة للكلام. وقرروا أن الكنيسة ليس لها دور سياسي، وأن دور الراعي للكنيسة هو الدور الأساسي، وان هم هيتركوا السياسة للأحزاب. وده واضح. وابتدوا يقولوا للشعب يا شعب ادخلوا أحزاب عشان صوتكم يتسمع. تمام. أحزاب مدنية. تمام. في معانا مداخلة من الأستاذ ماجد حنا المحامي. الو. أهلا بحضرتك يا أستاذ ماجد. أهلا بيك، ازيك؟ الحمد لله. اتفضل حضرتك مداخلتك. أنا بمسي على أستاذ شريف والأستاذ روماني. أهلا أستاذ ماجد. وبقول إن دلوقتي موقف الكنيسة كان كويس جدا ساعة ما انسحبوا من التأسيسية. تمام. لأنه ده كان موقف وطني، موقف يدل على وطنية الكنيسة. لكن أنا ما كنتش عايز الكنيسة تتقدم بأسماء للترشيحات. تمام. الأسماء الترشيحات عملت لنا دوشة، وفي دلوقتي اللي دخل من الكنيسة وفي اللي دخل من بره. واللي دخل من بره الكنيسة بيقول أنا دخلت من بره الكنيسة وله الحق إنه هو حتى يزعل أو يعاتب، فهو دخل. ولكن طبعا من حقه لأنه هو ابن الكنيسة لكل ولاد الكنيسة. فأنا ما كنتش عايز الكنيسة تتدخل في الاختيارات الأخيرة. النقطة الثانية اللي أنا عايز أقولها. طب بس هو الدكتور شريف دوس بيقول لحضرتك يا أستاذ ماجد إلى إن الكنيسة كل ترشيحاتها رفضت، صح؟ كل ترشيحات الكنيسة رفضت. ممكن أرد عليه لو تسمحي؟ اتفضل. يا سعادة البيه، نمرة واحد. كل ترشيحاتها إيه؟ أنا هرد على حضرتك في البند ده. أنا مش سامع كويس. أنا هرد على حضرتك دقيقة واحدة. الكنيسة بتتقدم ببعض المرشحين ان ده بروتوكول في الدولة. بروتوكول في الدولة ان الدولة بتسأل المؤسسات والمؤسسات بترد. وكان على اعلى القائمة التي رشحتها الكنيسة القبطية الارثوذكسية شيخنا العظيم والمهندس سامي سعد، وهو من اقدر الناس على تمثيل الاقباط وتمثيل كل المصريين، ورفض اسمه لانه رجل اعمال. يعني بعد اذنك يا دكتور شريف لو سمحت. نعم يا فندم. ما تكلمنيش عن اشخاص، انا بتكلم عن مبادئ عامه مش عن اشخاص. لا هو بيرد على حضرتك يا استاذ ماجد. ايوه، ما هو بيرد عليا ان فلان كويس وفلان وحش. لا يا فندم، انا رديت قلت. لا استاذ ماجد هو دكتور شريف ما قالش كده. احنا لنا موقف التأسيسية
فكان هذا الموقف كنت عايز ما نبعتش اسماء مش عشان مين كويس، هم نطوا كل المرشحين كويسين ويمكن يعدوا في النقطه الثانيه. انا النهارده ليه اطلع منشور النهارده وهاجم فيه الناس اللي دخلت من بره الكنيسه ويحط اسم ماجد حنا ان هو راجل واخد بالك معارض من غير ممضي، لا نعرفش مين المثقفين دول الاقباط، لا اسم كتبته ولا اعرف حاجه عن البيان، وفوجئت النهارده ببيان صادر ممضي من رومان ميشيل ونجيب جبرائيل وثروت وناجي ويليام وماجد حنا وناجي ويليام. لا اعرف عن حاجه وكل يعني يا استاذ ماجد وربنا يوفقهم. وجودك يشرفنا وعدم وجودك يشرفنا. تمام عادي، احنا دلوقتي على الهوا اهو بنقول طيب ان الاستاذ ماجد شلنا الاسم من هذا البيان اذا كان اتحط بطريقه خطا، لان انت كنت معانا في بيانات سابقه، فكان وجودك يشرفنا وعدم وجودك يشرفنا. لا ما اقصدش، مش صدقني وجودك يشرفنا. رد بس على حضرتك. انت سعادتك كنت معانا. هو في ساعتك في حاجه في هو انا ماليش دعوه بيه يا جماعه. انا لازم ارد على لازم مثقفين ايه وبتاع ايه، لازم ارد عليه. ما برضه اسلوب في الكلام. طيب تمام يا استاذ ماجد، يعني هو بس الاستاذ رماني هيرد على حضرتك في الجزئيه الخاصه بالبيان. استاذ ماجد اللي انت بتقول مثقفين ايه وبتاع ايه، انت كنت في يوم من الايام سعادتك بتمضي في هذه البيانات وموجوده بيانات سابقه. ما قضيتش ولا مره في هذه البيانات. كنت بترفع السماعه وليا انا والدكتور نجيب. متشكرين يا استاذ ماجد على محبتك وعلى هذه المداخله الكريمه من حضرتك. رساله حضرتك انا مش عارف كلامك متناقض، مره اقول موقف كنيسه. شكرا جدا. يعني كلامه متناقض. شكرا جدا يا استاذ ماجد. تمام، يعني هي فكره ان هو لا بس عيب يقول ده ما شرفنيش، يعني راجل محامي كبير ما يقولش هذه الكلمه، اقول مثقفين اقباط ايه وبتاع ايه. لما انت تقول كده امال انت سبت ايه للاخوان وسبت ايه للناس الثانيه اللي بتهاجمنا؟ دي حاجه. ثاني حاجه بالفعل الاستاذ ماجد حنا اتصل في عديد من المرات بالدكتور نجيب جبرائيل وقال له حط اسمي في بيانات، وفي المره الاخيره اللي راح فيها الاستاذ ممدوح رمزي لمؤسسه الرئاسه قال لي فين اسمي؟ كنت حط اسمي معاكم في البيان. فلما جه اسمك اتحط دلوقتي زعلان، خلاص شلنا الاسم. نحن نعتذر وشلنا هذا الاسم الكريم فوق دماغنا، وبنقول دلوقتي ان البيان احنا على مسؤوليتنا احنا اصدرناه ليس رفضا لهؤلاء الاشخاص، ولكن رفضا للوقت الذي جاءوا فيه، رفضا للطريقه اللي جم فيها، رفضا للقانون اللي جم بيه. تمام، يعني احنا نأمل بس بقى اللي بيحصل فضينا ما فيهاش حاجه، ما فيهاش. نأمل بس ان تكون الرساله فعلا وصلت ليك يا استاذ ماجد، ويعني هم بيعتذروا طبعا عن ادراج اسمك في البيان. في النهايه طبعا بنشكرك جدا استاذ رماني، وبنشكرك جدا دكتور شريف. دكتور شريف راجل عظيم يعني على وجودكم معانا النهارده للحديث عن الموضوع دوت. في النهايه بس عايزه من حضرتك رساله، وبرضو من حضرتك يا استاذ رماني للمسيحيين اللي موجودين دلوقتي في مجلس الشورى، سواء احنا موافقين او غير موافقين، هي في النهايه هم ناس موجودين وهيشتغلوا 4 شهور. ارجو ان هم يتضامنوا مع الاحزاب الوطنيه المدنيه في قراراتهم. احنا ملناش في الوقت الحالي اي مطالب غير ان احنا في المدى البعيد نغير الدستور، فلازم يمنعوا انه يطلع اي قوانين جارفة من مجلس الشورى، لان ده متوقع. تقدروا نعم، لا يقدروا بالحكمة والكلام بالصلوات احنا نصلي لهم. ونفسي اقول انه لازم نرجع لقول السيد، لقول الانجيل الرب معي فمن علي. تمام. حضرتك استاذ رماني الرسالة بقول لهم ربنا معاكم، ولكن لا تكونوا ديكورا في مجلس الشورى، لا تكونوا ديكورا ولا تسمحوا بذلك، وتذكروا نقدكم لمن كانوا معينين في مجلس الشعب من الأقباط وكيف كنتم تنقدونهم وتقولوا اخرجوا وقدموا استقالتكم. فأرجو ألا يطيعكم أحد أو يثنيكم عن العمل الدؤوب في يعني وجود المواطنة ووجود الأقباط. تمام. في نهايه حلقتنا بنشكرك استاذ رماني بشير المحامي، بنشكرك كمان دكتور شريف رئيس هيئه الاباط العامه على تواجدكم معانا النهارده. الى هنا مشاهدي الاباط المتحدون انتهت حلقتنا النهارده من ساعتين على الهواء. نلتقي باذن الله يوم الاربعاء وحلقه خاصه جدا لقراءه نفسيه ابناء حازم صلاح ابو اسماعيل. يا نهار ابيض.